اهلا بيكم. النهارده جاي اقدم لكم قرص الافران الطريه بطريقه سهله جدا وبسيطه تعمليها في البيت. يلا نبدا الفيديو ونقول بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. عندي 3 كوبايات ونص من الدقيق المنخول، نص كوبايه من السكر، نص كوبايه من اللبن الدافي، كوبايه الا ربع من الميه، معلقتين سمنه مع معلقتين زيت ذره، ومعلقه كبيره من القشطه وش اللبن، ونص معلقه ملح، ومعلقه كبيره من الخميره الفوريه. محضره عندي بوله نزلت فيها بالميه مع السكر مع الخميره، وهبتدي اقلبهم بالشكل ده، وهسيبهم على جنب لحد الخميرة عندي ما تتفاعل مع السكر. بعد كده هجيب نص كوباية اللبن تكون دافية، نزلت عليها بمعلقة صغيرة من الخل عشان انا عايزة اللبن هنا يروب. بعد كده جبت عندي الدقيق، نزلت عليهم بالسمنة مع الزيت، معلقتين سمنة ومعلقتين زيت، وهكتب لك المكونات بالجرامات وبالكوباية في صندوق الوصف. بعد كده نزلت عليهم بنص كوباية من اللبن مع معلقة القشطة، لو قشطة بلدي تمام، قشطة وش اللبن تمام برضو، نص معلقة من الملح. وهبتدي بقى اشغل العجان لحد ما المكونات دي كلها تختلط مع بعضها بالشكل ده. بعد كده هجيب عندي المية بالخميرة اللي انا عملتها وسبتها على جنب، هبتدي انزل بيها على المكونات ديت كلها، وابتدي بقى اشغل العجان لحد ما العجينة عندي تتعجن بالشكل ده. وممكن تعجنيها على ايدك بسهولة جدا برضو، هتاخد في حدود 5 دقايق كده بالعجان. بعد كده هبتدي اطلعها من سلاح العجن وهلمها. العجينة طرية ما شاء الله، حلوة قوي. هسيبها بقى في مكان دافي تختمر لمدة ساعة بالظبط. طبعا معاكي قناة مطبخ فوفا، لو اول مرة تشوفيني يلا اشتركي عندي وفعلي الجرس عشان كل جديد يوصلك. بعد ساعة طلعت العجينة زي ما انت شايفة بالشكل ده، اختمرت. هجيب بقى عندي صينية، هبتدي ادهنها بالفرشة بزيت، نقطتين من الزيت كده. اخد بقى قطع من العجين وهبتدي اكورها في حجم الليمونة الكبيرة بالشكل ده. هعملها كور تكون كلها قد بعضها. القرص دي بجد تحفة يا جماعة. امشي بنفس الخطوات اللي انا قلتلك عليها، مكوناتها بسيطة خالص. يعني انا جبت 3 كوبايات ونص من الدقيق، عملوا لي الكمية اللي انت هتشوفيها دلوقتي. بجد خطيرة، تنفع معاكي في الفطار، في العشاء، في الرحلات، بجد طعمها حلو قوي. هبتدي بقى اقطع العجين عندي كله بالشكل ده. بعد كده هغطيها لمدة ربع ساعة ترتاح شوية، وبعد كده هطلعها عندي وهبتدي ابططها بايدي بالشكل ده في الصينية. طريقتها سهلة زي ما انت شايفة بالشكل ده. انا عاملة من القرص ديت، عاملة قرص بسمسم وبالسكر، وعاملة قرص بالعجوة، موجودة على القناة لو تحبي تشوفيها. عاملة مجموعة من المعجنات حلوة قوي، طريقتها سهلة خالص، مكوناتي بسيطة خالص زي ما انت شايفة بالشكل ده. هغطيها بقى واسيبها في مكان دافي لمدة ساعة كمان لحد ما القرص عندي تختمر وترتفع بالشكل دوت. تكوني مولعة الفرن على درجة حرارة 180 درجة. هتدخل الفرن اول ما تلاقيها احمرت من تحت هتولعي الشواية، تاخد اللون الذهبي، هتاخد في حدود ربع ساعة تسوية في الفرن. بعد ما هتطلع هتبقى معايا بالشكل ده. مش عايزة اقولك بقى على ريحة القرص وطعمها والطراوة بتاعتها حلوة قد ايه. طريقتها سهلة ومكوناتها بسيطة، موجودة في البيت، اعمليها في البيت، بجد موفرة جدا وطعمها حلو، انت ضامنة نظافتها. زي ما انت شايفة بالشكل ده القرصة طالعة مرتفعة وهشة جدا، عجينتها حلوة قوي يا جماعة. لو عجبتك اكتبيلي في الكومنتات، وما تنسيش اللايك والاشتراك في القناة علشان كل جديد يوصلك من وصفات مطبخ فوفا. واستنيني في وصفات تانية كتير بإذن الله تعجبك، وألف هنا وشفا. السلام عليكم.